السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. النهاردة بقى زي ما انتوا شايفين هنعمل مع بعض أكلة حلوة والكل بيحبها بصراحة. هنعمل مع بعض المكرونة البشاميل بطريقة حلوة وسهلة وموفرة، ومش هتاخد مننا وقت خالص. زي ما انتوا شايفين كده انا حاطة بقى طاسة على النار فيها معلقتين كده من السمنة، معلقتين حلوين كده من السمنة، وحاطة حلة فيها مية تغلي عشان اسلق فيها المكرونة. بعد ما حطيت السمنة كده هاخد البصلتين بتوعي بقى الحلوين دول واقطعهم واديهم كده تتبيلة حلوة، مش هحمرهم قوي، انا يا دوبك هدبلهم كده عشان اعصج بيهم اللحمة. معايا لحمة مفرومة وبصل وفلفل الوان ودقيق وملح وفلفل اسود ومكرونة ولبن، ودي توابلنا النهاردة، يعني حاجة بسيطة وطبعا في مرق الدجاج ده اختياري، اللي مش عايز يحطها ما يحطهاش. بس كده يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين الفيديو ده كان قديم عندي، ويعني بص بفتش في التليفون كده لقيته، فقلت انزله لكم بقى لان انا فعلا بقالي كتير قوي ما صورتش. زي ما انتوا شايفين كده انا بصوا لابسه شتوي كمان، يعني تحسوا ان انا عاملاه بقالي كتير قوي، بس كنت ناسيه ليه مش عارفه. الفلفل الالوان شايلاه عندي في الفريزر، زي ما انتوا شايفينه، بس انا كنت مقطعاه يعني بالطول كده عشان الشاورما، لكن هي بقى انا هقطعه بقى قطع صغيره. هو متلج طبعا فكان سهل معايا ان هو يتقطع بسرعه. زي ما انتوا شايفين قطعته كده بسرعه، وطماطمتين كده زي ما انتوا شايفين صغيرين مش كبار. يعني حبيت كده اكتر اللحمه المفرومه مش كتيره عندي، يعني هو كان تلت كيلو، يعني مش ربع ومش نص، يعني هو كان الكيلو انا عاملاه على 3 مرات، فده كان تلت كيلو لحمه، فكنت عايزه يعني ايه، اكتره شويه زي ما بيقول. قطعت الطماطم كده زي ما انتم شايفين، في الوقت ده انا حطيت اللحمه، بس مش عارفه بصراحه ما جاتش، يعني انا تبلت البصل وحطيت عليه اللحمه، قلبتها تقليبه كده بالبصل، خدت اللون كده زي ما انتم شايفين، وقطعت الطماطمايه واحط ملح وفلفل واقلبها كلها بقى تقليبه مع بعضيها كده، واخر حاجه هحطها الفلفل الالوان. كنت عايزه احط زيتون في الوقت ده، بس بصراحه ما كانش عندي زيتون مخلي. بس كده حبايبي هسيبها بقى تتسبك كده مع بعضيها، الطماطمتين مش هياخدوا وقت، يعني هيتسبكوا بسرعه مع اللحمه زي ما انتم شايفين. بقلبهم تقليبه كده بالملح والفلفل، وفي الاخر خالص هحط الفلفل الالوان. دي اللحمه المعصجه بتاعتنا، زي ما انتم شايفين كده الفلفل والبصل كتروها شويه، بضحك عليهم كاني عامله لهم لحمه كتير. حطيت الفلفل كده وقلبته. بس هنا اللحمه بتاعتنا كانت خلاص اتسبكت زي ما انتم شايفين كده، ويبقى عندي احلى لحمه معصجه بالبصل والطماطم والفلفل الالوان. الميه بتاعتي كانت غليت، حطيت المكرونه وحطيت شويه ملح، وهسيب المكرونه كده تتسلق، وسايبه اللحمه على النار شويه، عشان طبعا الفلفل لما كان في الفريزر كان فيه شويه ميه، فانا عايزاها تنشف. حطيت بقى حل على النار وجبت لتر لبن او كيلو لبن وحطيته على النار، وطبعا انا لسه ما ولعتش النار، حطيت بقى قد اللبن حطيت ميه. مش بقول لكم مكرونه موفره موفره من كل حاجه. هحط بقى 5 6 معالق دقيق كده حسب كميه اللبن بتاعتنا اللي هنحطها، كله على البارد. هقلب الدقيق الاول على البارد كده قبل ما احط قبل ما اولع عليه. بس هنا كنت ولعت بقى عليه خلاص، و زي ما انتوا شايفين كده قلبته على البارد. انا بحب البشاميل، بحس ان هو رطب كده، حاجة حلوة كده لما بكون عاملاه كله على البارد. حطيت معلقة من السمنة وشوية ملح وشوية فلفل ومرق الدجاج اختياري، وبقى معانا احلى صوص بشاميل زي ما انتوا شايفين كده. لازم اتأكد طبعا ان هو غلي. البشاميل بتاعي طبعا انا النهارده عاملاه تقيل، لان ده مش وايت صوص، مش هعمل مكرونه وايت صوص، انا عاملاها بشاميل، بس بشاميل يعني بمكونات زياده شويه، نضحك عليهم ونكتر لهم اللحمه شويه. حطيت الفلفل زي ما انتم شايفين كده، وظبطت الحياء بتاعي، ظبطت الملح للحمه وللبشاميل، والمكرونه طبعا كانت اتسلقت خلاص.
اتأكدت ان البشاميل بتاعي غلي كويس عشان طعم الدقيق. جبت بقى الصينية بتاعتنا او القالب اللي احنا هنحط فيه. هنا كان عندي حتة من القشطة حطيتها والبشاميل سخن، هي هتسيح مع السخونية كده. القشطة بقت بتعزز الطعم شوية وتخلي البشاميل طعمه حلو. بس هنا بحط بقى كبشتين حلوين كده كبار من البشاميل في أرضية الصينية قبل ما احط المكرونة. حطيت البشاميل كده زي ما انتوا شايفين. المكرونة بتاعت البشاميل انا ما بشطفهاش، يعني بصفيها على طول في السليق من السليق وبحطها على طول على الصينية. بس هنا حبايبي فردت بقى نص كمية المكرونة اللي معايا وفردتها في الصينية كويس كده زي ما انتوا شايفين. دي نص كمية، انا عاملة كيسين مكرونة، حطيت نص الكمية في الصينية بتاعتي طبعا حلوة ما شاء الله كبيرة. فحطيت نص الكمية بالظبط، وهحط بقى كبشتين برضو حلوين كده من البشاميل على المكرونة قبل ما احط اللحمة. طبعا انا عايزة المكرونة ما يبقاش طعمها مسلوق، يبقى طعمها واخد من البشاميل كلها واخد من الصوص بتاع اللحمة المعصجة زي ما انتوا شايفين كده. بفردها بقى، بفرد اللحمة فوق المكرونة كويس، وزعتها كويس زي ما انتوا شايفين. يبقى المكرونة وبعدين شوية من البشاميل واللحمة المفرومة، واحط بقية الكمية بتاعتي بتاعت المكرونة. هفردها بقى كده كويس، هتبقى كلها مستوية كده وكلها سوا واحد. بس كده فردنا المكرونة، وهنبتدي نحط بقية البشاميل اللي فاض معانا. حطينا البشاميل بقى وهنسويه برضو كده فوق الصينية بتاعتنا. طبعا انا هنا بقى بصوا بنزل اللي في الحلة، بلم اللي في الحلة عشان احطه كله. ايوه هنرميه حرام، الحاجة غالية. زي ما انتوا شايفين كده فضيت البشاميل كله وسويته فوق الصينية، ومسحت الصينية بتاعتنا عشان لما تدخل الفرن ما تتحرقش. هنا بقى بصوا الجبنة الموتزاريلا عندي كانت ساحت ومسكت كلها في بعض، رحت جايبة المبشرة وبشرها تاني كده على الصينية من اول وجديد زي ما انتوا شايفين بالمبشرة. بقت حلوة وجميلة ورجعت زي ما كانت. وهي متلجة كده رحت بشرها بالمبشرة. افتح الفرن بتاعنا بقى الجميل الصغنون ده اللي بيسعفني. انا تقريبا كده ما بشغلش فرن البوتاجاز خالص. انا الفرن ده بصراحة يعني ما بستعملش الا هو. حطيت المكرونة زي ما انتوا شايفين. بس كده شايفين بقى لون المكرونة الجميل دوت، فعلا كانت جميلة جدا جدا جدا، اللون والطعم والشكل وكل حاجة. مكرونة سريعة وموفرة وما خدتش مننا وقت. نقطع بقى المكرونة مع ايه، بصوا لسه سخنة، يعني انا لسه مطلعاها، انا مش عارفة امسك الصينية، بس طبعا كانوا مستعجلين وعايزيني اقطعها بسرعة. المفروض المكرونة بنسيبها شوية، لكن انا عشان عاملة الصوص تقيل او البشاميل تقيل، فبصراحة يعني ما اتفرفتتش وطلعت حتة حلوة كده زي ما انتوا شايفين، ماسكة نفسيها. الله على الجمال، لون وطعم وشكل وكل حاجة بصراحة. بصوا المكرونة وجمالها. ولادي شايفيني قاعدة بعمل المونتاج بتاع الفيديو، بيقولوا لي ايه ده المكرونة دي انت عملتيها امتى؟ هما نسيوا الفيديو اصلا، يعني انا عاملاه فعلا بقاله كتير. بصوا المكرونة وجمالها، بصوا القطعة ماسكة نفسها ازاي. ده عشان خاطر البشاميل بتاعنا كان تقيل شوية عن البشاميل بتاع الوايت صوص. بصوا القطعة متماسكة وحلوة وجميلة، والفلفل الالوان مديها شكل حلو قوي من جوه زي ما انتوا شايفين. ده كده بقى كان نهاية الفيديو بتاعي. يا رب يكون عجبكم، يا رب ما كنتش طولت عليكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك الحلو والسبسكرايب والكومنت الحلو بتاعكم بيساعدني، واستنى رأيكم في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.